السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنكمل تاني فيديو للعبة اكس هو اللي كنا شغالين عليها وكده. طيب عملنا المرة اللي فاتت او الفيديو اللي فات عملنا 3 صفحات او رتبنا اول حاجة البروجكت المشروع بتاعنا. ظبطنا المين ونضفناها، عملنا الاب والاب فايل مع الفولدر، وعملنا طبعا ايه البيك سايد والمين منيو والجيم بورد سكرينز. تمام كده. النهارده ان شاء الله هنكمل وهنعمل حاجات كده ايه، نربط الدنيا شويه ببعض ونرتب الدنيا، نحاول نطور شويه في اللي احنا عملناه. طيب اول حاجه الصفحات دي متفرعه عن بعض قبل ما يعمل لود او يعمل ديباج للبروجكت ويشغله على الايميليتور. خلينا نتكلم ان الصفحات دي دلوقتي متفرعه، كل صفحه لوحدها، مفيش صفحه شايفه التانية او مفيش صفحه بتنقل على التانية. عشان انقل من صفحه لصفحه ده اسمه راوتس او راوتينج. تمام كده. طيب انا العادي او المعروف ان انا لما باجي انقل لصفحه لتانية، خلينا نجيب اول صفحه او الصفحه المفروض اللي تبقى في اول حاجه اللي هي المين منيو. ماشي. المفروض ان انا هنا كده في الصفحة دي المفروض ان انا هاجي هنا مثلا وهاجي افعل الاليفيتد بutton ده واقول له مثلا ايه لو هاجي اعمل نافيجيشن، بعمل نافيجيشن ازاي في فلاتر؟ هاجي اقول له نافيجيتور دوت مثلا بوش. تمام. طيب هاجي هنا اقول له الراوت هيبقى ايه ماتيريال بيج راوت. البيلدر هيكون عبارة عن هنا المفروض بياخد هنا كونتكست. تمام. وبعد كده اعمل سهم واقول له الصفحة اللي انا عايز اروحها مثلا اللي هي البيك سايد سكرين. تمام كده. فده كده ايه، عملنا الراوتس عندنا. خلينا نكبر بس الخط، مش عارف اذا كان كده تمام ولا لا. المفروض كده يكون، مش عارف، المفروض كده يكون تمام يعني. تمام. طيب فالمفروض لما انا بعمل كده، لما انا عملت اهو، خلينا نعمل براكتس او نعمل كوماز عشان نخلي الدنيا اوضح. طيب المفروض لما انا عملت الحركه دي او البوينتس دي، نافيجيتور بوش وادي الكونتكست بتاعنا ماتيريال بيج راوت، هو بيديني كونتكست بيلتر، ده بيديني كونتكست او بيلد كونتكست، وببعت له هنا الصفحه اللي انا عايز اروح لها. فلما اجي ادوس على الصفحه دي اللي هي انا عامل الاليفيتد بوتن ده اللي هو البلاي وذ كمبيوتر، خليته لما ادوس عليه ينقلني للصفحه دي. فالمفروض لما ادوس هنا ينقلني للصفحه دي، وده صح، ده المطلوب. طيب ارجع ازاي؟ مثلا بالزرار هنا كده يرجعني. ماشي، بيرجعني عادي خالص. طيب انا مش هقعد اعمل ده كل مره، او في الاغلب الناس يعني اغلب الناس اللي شغاله بتعمله كده، اللي هو بيسموه اون ذا فلاي راوتس. تمام. اللي هو حاجه على الماشي كده، حاجه على الطاير، يعني الترجمه الحرفيه على الطاير، بس يعني العاميه على الماشي. بعمله حاجه كده ايه بسرعه، عايز اعمله بسرعه. طبعا عايز انظمه، عايز اعمل ستراكشر كده للراوتس بتاعي، عايز ارتب الدنيا اكتر، مش عايز يبقى في حاجه زي كده. يعني مثلا عندي سطر طويل زي ده مش عايز يبقى موجود، انا عايز حاجه بسيطه كده وسهله، وانا عايز انقل الصفحه من غير بقى الانيميشن ولا هعدل حاجه ولا اعمل حاجه، نقل بسيط جدا. فده بعمله ازاي او برتبه ازاي؟ طبعا يعني نقيس على المشروع ده او اي مشروع تاني. هاجي هنا خلينا نعمل اول حاجه في البريزنتيشن، عندي بريزنتيشن لاير، هنعمل فولدر هنسميه ريسورسز او ريس. يعني خدت بالك هو اصلا لو كتبنا ريس هيدينا نفس الافكت ده، فهو اختصار الريس يعني. طيب هعمل فيه فايل هنسميه مثلا وليكن اب راوتس دوت دارت، سميه اب راوتس، سميه راوتس، سميه مانجر راوتس مانجر، سميه اللي سميه الاسم اللي يعجبك سميه عادي، التسميه دي مش مهمه قوي يعني، بس اهم حاجه يكون ذات معنى يعني بس. طيب هنيجي نقول هنا ايه، اول حاجه نعمل كلوز هنسميه اللي هو يبقى ايه، هيبقى مثلا نيمد راوتس مثلا، لان احنا اللي شغالين عليه ده او بنعمله هو حاجه اسمها نيمد راوتس. احنا قلنا الاول ده او المنظر ده هو اسمه اون ذا فلاي راوت، احنا هنعمل نيمد راوت. تمام كده. مش شرط برضو اسم الكلاس ده باسمه راوت، ممكن نسميه راوتس عادي، فممكن تسميه اي حاجه عادي برضو. طيب هعمل دلوقتي حاجه ان انا هقفل الكونستراكتور ده، هخليه ايه، هعمل unnamed constructor كده، بحيث لما اجي اعمل constructor للكلاس ده او اعمل له construct يديني ايه، يديني ايرور، ان هو ما ينفعش ان انا ابعت له اي قيمه او حاجه، لان انا عايز اقفل الكلاس ده، عايزه بس ايه، ما يدينيش قيمه ولا حاجه، او ابعت له قيمه ولا حاجه، هو مش هيستلم اي قيمه،
هو مجرد ما يبقى حاجة كده بيخزن لي الراوتس بتاعتي مش اكتر ولا اقل، هو بس هيخزن لي الراوتس، لا هو هيعمل قيمة ولا اي حاجة. تمام كده. طيب فهنيجي نعمل static، نعمل بقى static variables خلاص، لان عارف انا مش هستلم حاجة من بره، هتبقى string او ممكن حتى ما اكتبش السترنج ده، وهسمي مثلا اول حاجة اللي هي ايه، اللي هي البيك سايد مثلا سكرين. تمام كده. واقول ان هي بتساوي مثلا ايه سلاش بيك سايد. تمام. طيب هنا مديني ايرور ليه؟ لانه هنا مش محدد لي انا عايز كونست ولا فاين، هو يبقى كونست مش هغيره ومش هتعدل في حاجه. تمام كده. وهو باي ديفولت او دايناميكلي هيسميه ايه او يخليه ده سترينج، فكده هو دايناميكلي اتحدد ان هو سترينج. اقدر اضيف سترينج عادي جدا، لو جيت هنا قلت سترينج برضه عادي، مش مشكله، مش تفرق في اي حاجه. طيب التسميه هنا نفس التسميه اللي بنشوفها في الموقع، مثلا نلاقي جوجل سلاش مثلا ميل او هوم سلاش مش عارف ايه، فممكن ممكن اخليها بيك سايت كده، ممكن اخليها كده بيسموها الكباب كيس، تبقى طبعا دي يبقى كده، ممكن اخليها طبعا سنيك كيس، فعادي، بس انا احب اسميها اخليها بالايه لور كامل كيس. تمام كده. فهنعمل بيك سايد، وهنعمل برضو اتنين تانيين اللي هما ايه، اللي هو عندي برضو المين منيو سكرين. ماشي، هناخد ده هنا ونحطها كده، وعندي برضو الايه الجيم بورد سكرين. تمام كده. تمام. طيب كده احنا خلصنا وعملنا الراوتس بتاعتنا كلها. تمام. ممكن حتى اطلع دي فوق يبقى ايه بالترتيب، اول حاجه المين منيو، بعد كده البيك سايد، بعد كده الجيم بورد. الترتيب هنا مش هيفرق في اي حاجه. هنعمل كلاس تاني هنسميه مثلا هنسميه راوتس او راوت جنريتور. راوت جنريتور. تمام كده. طيب الراوت جنريتور ده هيبقى مسؤول ان هو اللي يعمل لي الراوتس بقى. المفروض دلوقتي ان انا هعمل الراوتس. طيب هعمله ازاي او هكتبه ازاي؟ طيب اول حاجه برضو انا مش هستلم في اي حاجه ومش هستخدمه في اي حاجه تانية، فايه هقفله كده على طول بشكل ايه بسيط خالص. طيب الحاجه دي يعني تنظيف للكود مش اكتر يعني. طيب هنيجي نعمل فانكشن او ميثود هتكون عباره عن ايه، هتكون عباره عن ان هي المفروض اللي هتعمل لي الراوتس دي، فهي المفروض ان هي تبقى راوتس هترجع لي. خلينا طبعا نسيت اعرفها ازاي، هاجي هنا وابص كده هلاقي ان انا عندي هنا حاجه اسمها generate route او on generate route. المفروض دي بتستلم ايه؟ المفروض دي بتستلم function من نوع او بتديني route settings اهي، وبيترجع لي ايه route dynamic. طيب هاجي هنا اقول له route، وهاجي هنا هعمل اقول له on generate route بالظبط كده، وهقول له ان هي بتستلم او بتاخد الراوت settings. ماشي settings هنا. تمام. والمفروض ان انا هيبقى عندي ايه كده ايه الميثود كان. طيب هندي لها قيمه هنا بقى، هبدا ان انا اعمل الشغل بتاعنا اللي هو هنعمل ايه، نعمل switch case. ماشي، او switch statement عاديه خالص، هيبقى بتلوب على settings دوت name. تمام. النيم عندي لو كان الراوت ده اسمه، طبعا هنيجي نقول له ايه named route. لو النيم راوت ده شوف كده اديني اكسس على ايه، على كل العناصر اللي جواه. بس لو جيت اعمل كده ماشي، طبعا انا هنا يعني ايه في الكيس، لو جيت جربت، خلينا نجرب في حته تانية. ماشي، فهو لما بدوس دوت خلاص كده جاب لي كل العناصر. ماشي، وطبعا عملت كده اديني ايرور على طول. فانا مثلا عايز اقول لو جبت هنا المين منيو، فالمفروض ان هو يحولني على ايه، هيبقى الماتيريال على طول بقى، مش هضطر اكتب النافيجيتور والكلام ده، لا هيبقى الماتيريال بيج راوت. ماشي، المفروض طبعا هعمل هنا ريتيرن يعني. ماشي، يبقى هنا دي هقول له طبعا هنا الكونتكست، بس انا ما عنديش كونتكست وانا اصلا مش محتاج الكونتكست هنا في حاجه، فهمشه كده دلوقتي وهقول له مين منيو سكرين. طيب اعمل لها بس امبورت. بعد كده ده كده عملنا مثلا اول كيس. الكيس التانية او التالتة هيبقوا شبه بعض كلهم، بس طبعا هغير القيمة هنا تبقى مثلا بيج سايد، وهنا هتبقى بيج سايد سكرين. هنا نفس الكلام هغير ده وهخليه جيم بورد، وهنا هتبقى جيم
بورد سكرين. طيب هو هنا زعلان عشان يعني ممكن يبقى كيس مش موجوده في الحالات دي، فهنيجي نقول له الديفولت يا عم بتاعك خليه ايه، خليه مثلا يكن حاجه زي كده، ناخدها كوبي ونحطها هنا خلاص. هو رجعني على المين منيو اللي انا مثلا حصل مشكله في الراوتس ولا حاجه، رجعني على المين منيو. هنعمل بس ايه، هنلاقي طبعا عندنا اللهم صل على النبي، نسيت اسمه، الامبورت لينك او يعني الامبورت لينك. المفروض ان هو يعني المفروض اقدر اعمله، او اقدر اعمله سورت، او اقدر اخليه انظمه شويه وارتبه شورتن كده. فبنعمل بس فيكس امبورت عن طريق اكستنشن اسمها دارت امبورت تقريبا، تظبط لي الموضوع ده وترتبه وتنظمه وتعمله شورتن. تمام. طيب خلصنا الكيسز دي كده. طيب نرجع بقى هنا، انا كنت عامل ده وكنت عامل الكيس دي هنا، طبعا مديني ايرور عشان عامل ده، خلينا نهمشه دلوقتي. هنرجع لقدام من منيو نخليها سكرين. تمام كده. طيب هنيجي هنا بقى، انا كنت عامل كل ده عشان بس اعمل ايه راوتس. تمام كده البيك يور ساين. هاجي هنا هشيل بقى ايه، او خلينا نقول هنشيل من هنا كده للاخر. طيب خلينا نشيل ده كمان. هاجي اقول له انا عايز اعمل بوش. ايوه بوش ده انا يعني هروح لصفحه بعدها، بس انا عايزه بوش نيمد. تمام كده عايزه بوش نيم، لان انا هضيف نيمد راوتس، فعشان كده بقول له بوش نيم. طيب الكونتكست ده اساسي. هنا بيقول لي عايز الايه راوت نيم بس، مش عايز اكتر من كده، فاقول له راوت او نيمد راوتس. نيمد راوتس عندي هنا عايز جيم بورد ولا انا عايز بيكر سايت بس. هروح اعمل فيكس امبورت بس عشان اظبط الدنيا بس كده. فبقى كل اللي انا لازم اعمله ان انا اعمل بس ايه، اضيف اسم الايه بيكيور سايد، وبقت الحاجه كلها دايناميك. انا ما كتبتش حاجه بايدي، ما ضفتش حاجه، وبس ايه مجرد بكتب الاسم، والاسم ده هو موجود اوريدي في الايه في النيم راوتس. مجرد ما باجي ادوس هنا بلاقي برضو نفس الافكت شغال، بينقلني على صفحه تانية ومفيش اي مشاكل. ليه بقى ما نقلنيش؟ تضحك علينا؟ لا، المفروض ان انا هنا في الاب اون جنريت راوت ده، المفروض ان انا هنا باجي اقول ايه، باجي اقول راوت جنريتور دوت اون جنريت راوت. طبعا هشيل الحاجات دي كده بس. ليه شلتها؟ لان هو المفروض يعني المفروض ان انا هنا اعمل حاجه زي كده، اللي هو اقول هنا settings وبقول له بعد كده ايه السيتنجز كده، وبعد كده هنا ملهاش لازمه. هنا اروح جايب هنا واقول له settings، ومش المفروض ان هي كده بس مش مستاهله، طالما هي بتستلم فاقدر اعمل حركه زي كده وخلاص، هو ايه هيستلم منه فيه. تمام كده. انا يعني مبقاش في داعي ان انا اضيف الامبورتس بتاع الجيم بورد او البيكيور سايت خلاص، فممكن ايه اشيله كده. طيب برضو هنشيل دلوقتي المين منيو بس هنشوف ازاي. تعالوا بقى نجرب كده. المفروض ضفناه، فالمفروض لما ادوس كده ينقل على الصفحه اللي بعدها، والموضوع بقى اسرع شويه. مش عارف ده هيفرق ولا لا بس يعني. طيب المفروض المين منيو ده ما يبقاش موجود كده، يبقى متحدد بطريقه تانية. او عندي حاجه اسمها، لو جيت شلت الهوم ده جيت هنا وكتبت هلاقي حاجه اسمها انيشال راوت، الراوت الاساسي المبدئي. فالمفروض هعمل ايه، هقول له بس named routes المين منيو بس كده. فانا كده مبقاش في داعي للامبورت ده خالص، اقدر اشيله من هنا واقدر اعمل بقى ايه احط ريستارت كده مثلا، بحيث ينقل الراوت الحقيقي بالظبط بس كده. بمجرد ما ادوس هنا يعني بقت زي الفل. المفروض ان انا اضيف زرار هنا، او لما اختار ادوس مثلا سيلكت او اي حاجه، او مثلا دول الاتنين مبقوش حد فيهم سيلكت، لما ادوس على واحد فيهم يوديني للصفحه ايه الجيم بورد. تمام مفيش مشكله كده، ايه الراوتس بقى جاهز عندي. طيب خلونا دلوقتي بقى نعمل ايه، خلونا دلوقتي خلاص كده عايزين بقى نعمل حاجه في الثيمنج، عايزين نظبط الثيم شويه لان الثيم مش احسن حاجه. طيب ده نعمله ازاي؟ برضو بما اني عملت في الريسورسز الراوتس، المفروض برضو نعمل الثيم هنا برضو في الريسورسز. فهاجي هنا اقول له نعمل فايل كده نقول له اب ثيم مثلا، وهاجي هنا اعمل برضو كلاس هنسميه نقفل بس كده هنسميه اب ثيم مثلا. طيب الاب ثيم ده هيبقى عبارة عن ايه؟ طبعا الثيم عندي يعني زي ما الاغلب عارف انا عندي تو ثيمز، او في الاغلب يعني اللي هم اللي هو تو تايبس اوف ثيم، اللي هو الدارك ثيم واللايت ثيم. طيب فانا هنشتغل دلوقتي على اللايت ثيم. ممكن حد يبقى شغال حابب يشتغل على الدارك ثيم عنده
مود او عنده ديزاين على الدارك، فمفيش مشكله يعمل اللي هو عايزه. تمام. اللي انا هطبقه هنا هيطبق على اي حاجه تانية، مفيش مشكله حتى لو في مشروع تاني اصلا. طيب هنعمل برضو، بما اني مش هستلم حاجه في الاب ثيم ده، فبحب اقفل الكلاسز كده، ايش الكونستراكتور بتاعه مفتوح، ما يدينيش اي فرصه ان انا ابوظ او استخدمه حتى كده من بره. هنيجي نقول له ستاتيك، هنعمل هنا طبعا ايه ميثود كده ستاتيك ثيم داتا، لان هي ترجع لي ثيم داتا، واقول له مثلا جيت لايت ثيم مثلا، لان هو يبقى ثيم اللايت بس. ماشي. او ممكن اقول له جيت اب ثيم، ايا كان يعني اللي عايز اعمله. هاجي اقول له ريتيرن برضه ايه ثيم داتا، مني بيرجع ثيم داتا. طيب هنيجي بقى هنا نقول له ايه. اول حاجه انا طبعا اقدر اتحكم في كل حاجه، اقدر اتحكم في الفونت، اقدر اتحكم في الكالرز، في اي حاجه تانية، وهنشوف ده مع بعض. فاولا كده مبدئيا انا عايز السكافولد باك جراوند كلر، اي صفحه فيها سكافولد انا عايز الكلر بتاعه يكون عباره عن ايه، يكون عباره عن وايت كلر، او طبعا هاجي اقول له هنا colors دوت وايت مثلا مبدئيا كده. ماشي. طيب بعد كده انا عايز ايه تاني برضو، انا عايز مثلا، خلينا نقول ان انا خلاص كده، خلينا ننزل لحاجة تانية، نقول مثلا انا عايز الاليفيتد بutton، بما اني عندي الاليفيتد button هنا، خلينا انا عايز الاليفيتد button دولز، عايزهم ايه مثلا، عايز الستايل بتاعه، هنيجي نقول له elevated button، لا elevated button dot style، elevated button dot style from. ماشي. هنيجي بقى نقول ان انا عندي مثلا، انا اقول له الاليفيشن عايزه 10، دي طبعا ديزاين انا حافظه او عامله قبل كده، فايه بكتب بس القيم بتاعته. ماشي. بحيث ما يعني متأخرش كده في الوقت وكده. الفور جراوند اللي هو اللون بتاع التكست. طيب كل ده انا بعمله بس مش متطبق، احنا عايزين يبقى لايف كده تحديث اول باول، بما انه بيحصل هوت ريلود. فازاي اطبقه؟ هروح للاب بتاعنا، خلاص اي حاجه عايز اطبقها جلوبالي او على مستوى الابلكيشن كله في الاغلب هتبقى هنا في الماتيريال ايه. فاجي هنا اقول له بس ثيم، طبعا نلاقي عندي ثيم وثيم انيميشن كيرف وثيم ديوريشن وستايل وثيم مود ودارك ثيم. بما ان ده دارك ثيم يبقى الثيم العادي ده هو ايه، لايت ثيم، وهو باي ديفولت بيبقى لايت ثيم. طيب او في بعض النسخ بيبقى باي ديفولت السيستم اللي هو على حسب النظام نفسه، يعني لو النظام لايت هيبقى لايت، لو النظام دارك هيبقى دارك. فاجي اقول له هنا ايه الاب ثيم، هنستخدم بقى الاب ثيم بتاعنا، واقول له دوت جيت لايت ثيم. تمام كده. طيب هلاقي ان هو اتطبق على طول الثيم بتاعنا، فخلاص اقدر بس اعمل فيكس امبورت وامسح ده كده واقفله. طيب هاجي هنا طبعا الفور جراوند مبوظ الدنيا، فهضطر اكمل بقى ايه عشان الدنيا تظهر شويه معايا. فهاجي اقول له المينيمم سايز بتاعنا، هديله سايز هيكون مثلا 135 و40، 135 ده كويدث و40 ده كهايت. تمام. بعد كده المفروض ان انا هنعمل برضو ايه السيرفس تنت، انا عايز الغي التنت بتاعه ده لان مبحبوش، دوت ترانسبيرنت، ما شفاف يعني مخفي. طيب الباك جراوند كولر بقى بتاعه عايزينه يكون ماشي، هنقول له colors دوت بلو مثلا دلوقتي. طبعا عندي الوان احسن بس يعني ايه طبقها واحده واحده مش دلوقتي. طبعا زي ما احنا شايفين اي تعديل بيظهر على طول ايه في الديزاين بتاعنا. بعد كده عايزين نديله شادو، فهديله شادو كولر، هيبقى color دوت from RGBO، اللون الاحمر هيبقى 33، الجرين 150، والبلو هيبقى 243، الاوباسيتي هتبقى هاف او نص. تمام بس كده. طيب ده كده مبدئيا التصميم بتاع الايه الزراير عندنا. خلينا برضو بالمرة اعمل تصميم للتكست ثيم. تمام. هيبقى عندي تكست ثيم. تمام. هنقول مثلا انا عايز الديسبلاي لارج، ماشي، ونعمله ونخليه للتكست اللي احنا عاملينه ده. فهيجي اقول له تكست ستايل الديسبلاي لارج هيبقى مثلا colors دوت بلاك، الفونت سايز هيبقى 20، والفونت ويت هيبقى مثلا 500، عايزينه 500. تمام كده. طيب ماشي.
طبعا لو اول ما عملت كده الدنيا اتلمت خلاص، وانا مبحبش الشكل ده خالص. خلينا نوسع الدنيا كده، خليني هنا كده اديله بس الكومنت ده، بحيث لما اعمل، خلي هنا كومنت، بحيث لما اعمل كده خلاص هو مش هيلم على نفسه، هيبقى يديني المسافات اللي انا عايزها بالظبط. طيب بعد كده انا شايف كده تمام، مفيش حاجة تانية تعمل المفروض يعني، بس هنا الكوما وخلاص. طيب خليني اروح بقى ايه اطبق الثيم بتاع التكست على المين منيو، التكست اللي هو ويلكم تو تيك تاك تو جيم ده. طيب هاجي هنا اقول له ايه بكل بساطة، هاجي اقول له ستايل ثيم دوت اوف كونتكست، كده بوصل ايه للثيم بتاعي، الثيم اللي متطبق. هاجي اقول له تكست ثيم دوت ديسبلاي لارج، ده اللي احنا عملناه تمام. هو المفروض كده ايه هيتطبق معايا زي ما احنا شايفين كده، بنفس اللون بنفس كل حاجة. طيب المفروض بعد كده ان انا هروح للايه. طيب انا دلوقتي عايز اغير اللي هو عايز اوصل للجيم بورد، بما اني لسه ما كملتش الراوتس بتاعتي تمام، مفيش ازرار كفايه والديزاين لسه مش كامل كفايه. المفروض ان انا ايه هنقل بس للجيم بورد بتاعتي ماشي، عن طريق يا اما ان انا اخلي دي جيم بورد على طول، بس هضطر ان انا اعمل ايه هوت ريستورت. ليه بقى؟ لان دلوقتي الابلكيشن اللي بيتنادى دي مره واحده بس، الكلاس ده اللي هو تيك تاك 2 بيتنادى مره واحده بس، والماتيريال اب بيتنادى مره واحده بس، الا لو طبعا عملت سيت ستيت او عملت طبعا بينه ستيتلس ويدجت، فما اقدرش اعمل سيت ستيت او ما اقدرش اعمل ابديت يعني. فالهوت ريلود هنا مش هيفيد، لازم ان انا اعمل حاجه بما على مستوى الابلكيشن كله او على مستوى الروت بتاعنا، ولازم نعمل ايه هوت ريستورت. طيب لو ما عدا الهوم، لو عملت الهوم، لو استخدمت الهوم بيبقى لا موضوع تاني، بيختلف معايا الموضوع. طيب عايز بعد كده اجي في الجيم بورد هنا، بس الوقت المشكلة ايه الفيديو يطول معانا، فهقف هنا دلوقتي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنظبط الجيم بورد بتاعنا، هنظبط الشكل، هنظبط البوردرز بتاعتي. انا عايزها مثلا نبقى ايه بالشكل، يعني البوردرز الخارجية تبقى مش موجودة، الداخلية بس هي الموجودة، انا عايز الخارجية تبقى مش موجودة. هنشوف ده نعمله ازاي بفانكشن كده جميلة، يبقى اف كونديشن، حاجة بسيطة يعني مش معقدة ولا حاجة. هنظبط الشكل، هنظبط ديزاين، وممكن لو في وقت ان شاء الله نبدأ نشوف ايه ازاي نعمل بينت للاكس والاو بتوعنا. شكرا انك اتفرجت لحد دلوقتي. لو عندك سؤال اسألني في الكومنتس، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله الفيديوهات الجاية كتير. والسلام عليكم.